كان الشيخ زويد يملك حصان ما مثله بالجزيرة، لا من سرعة ولا من أصاله. له صهيل يوصل لين آخر الخيام، وحوافرة تطوي الرمل طي. جاء جرين يطلب الحصان ويبذل فيه كل ما عنده من ذهب وفضة، لكن الشيخ زويد ما باعه، وقال: يا جرين، ما لي نية أبيع الحصان ولو صار لي ما صار. زعل جرين وحلف يمين إنه بياخذ الحصان غصب. الشيخ زويد ما عطاه وجه وقال: الموت دون الحصان. وفي يوم من الأيام كان الشيخ زويد يمسي على حصانه في خلا الصحراء. فجأة شاف رجال ملثم طايح على الأرض، يصيح من رجله يقول: يا راعي الأصالة، يا ابن الكرام، انقذني. نزل الشيخ زويد عن حصانه وحمل الرجال المصاب على ظهر الحصان، وصار يمشي جنبه وحاط البارودة على كتفه. قال الرجال المصاب: يا شيخ، حط البارودة بالخرج، تراه ثقيل عليك. يوم إن الشيخ زويد حط البارودة بالخرج، هجم عليه الرجال المصاب وأخذ الحصان. كشف عن وجهه وإذا هو جرين. قال: يا زويد، هذا الحصان صار لي، قلت لك بأخذه وخدته، لا تقرب مني ولا أطخك. الشيخ زويد ما تحرك من مكانه وقال: يا جرين، خذ الحصان، لكن عندي عليك شرط واحد. سألها جرين: وش شرطك؟ قال الشيخ: لا تعلم العربان كيف أخذت الحصان مني. تعجب جرين وقال: وش تفرق لو علمتهم؟ قال الشيخ زويد: يا جرين، إذا علمتهم بكرة كل من شاف واحد مصاب بالطريق خاف وما ساعده، وقال: أخاف يكون مثل جرين ياخذ حلالي. بكرة الناس تترك العون والنجدة، لا تخرب علينا هالصفات الطيبة اللي حنا عايشين عليها. سمع جرين هالكلام ودموعه نزلت وقال: والله إنك أصيل يا شيخ زويد، كلامك حكمة وكلامك رجولة. خذ حصانك، والله إنه ما يستاهله غيرك، أرجع له وتوكل على الله. قال الشيخ زويد: اركب معي. قال جرين: لا، أنا طريقي خلف هالجبل، بتسهل علي. وهكذا بكلمة حكيمة رجع الحصان لصاحبه.